ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ام اسراء. وده الشعر اللي احنا هنعمله النهارده، شعرايه خشنه وفيها كسره برضو زي ما انتم شايفين، كشاشه للغايه. عايزين نعمل لها سحب الشيب فيها شعر ابيض. هنعمل النهارده بروتين معالج، ترميمنت بوتكس معالج زي ما انتم شايفين، زي ما احنا بنعمل كل دور يعني، وزي ما بتشوفوا كل الفيديوهات بتاعتنا. هنسحب الاول الشعر الابيض، نغطيه، نعمل تغطيه للشعر الابيض باللون البني، وبعد كده بنعمل الترميم. احنا دلوقتي عملنا اللون، سحبنا اللون، حطيناه وقعدنا نص ساعة او 25 دقيقة تقريبا على ما الصبغة خدت في شعرها. ودلوقتي انا غسلت الشعر كويس بالشامبو، وكمان من ناحيه من الصبغه، ومن ناحيه بنضف الشعرايه وبنضف الفروه، لان هي كانت على طول متعوده بتحط اللي هو الفازلين. والفازلين ده من اللي هي الماده الدهنيه العاليه اللي بتسيب برضو اثر في الشعرايه. غسلته حلو، شايفين الشعرايه كشاشه ازاي، شايفين الشعرايه آه قصيره من كتر اللي هو الموجة، من كتر الكشان اللي فيها والكسرة اللي فيها، اللي هي عاملة كده ايه، زي الكيرل الاول او اللي هو المجعد الاول. احنا دلوقتي نشفنا الشعر اهو الحمد لله وتمام معانا. شايفين برضو حبيت اوريكم الشعريه برضو هي ازاي وحالتها ازاي يعني قبل الفرد وكده. واحنا صبغنا طبعا صبغه امنه، صبغه اللي هي التركيه النظيفه. ودي معانا اللي هو البروتين، اللي هو الترمومنت بوتكس معالج، وبحط عليه ترميم مادة تانية كمان بجيبها ترميم بس. في ناس بتحتاج الترميم ده بس كمان، والناس بقى اللي شعرتها زي دي لازم اضيف برضو شوية ترميم. وبضيف كمان اللي هو الكولاجين ده جميل جدا، اللي هو الكولاجين الخام، مش مستخلصات مش مستخلصات كولاجين، لا انا بجيب الكولاجين اللي هو اصلا الاطباء بيستخدموه في الحقن، في حقن البشرة او حقن في فروة الشعر. حبيت اوريكم برضو المره الاخيره الشعريه قبل ما اعملها قد ايه هي كشاشه، وشايفين الشعر قصير ازاي. هتشوفوا معايا دلوقتي الفرق، خليكم معايا شو هتشوفوا الفرق بعد ما عملنا الشعرايه هتكون طويله ازاي. معانا هنا برضو الشعر بعد ما وزعنا عليه البروتين، شايفين الشعريه تحسوا ان هي اتغذت ازاي، تحسوا ان الشعريه فيها ترطيب، حتى لونها اتغير. يعني اصلا باين على الشعريه هي اللي هي مترطبه. اللي الكسره فكت معانا شويه، ابتدت الشعريه ان هي تفك شويه معانا. واحنا بس وزعنا عليه الماده مش اكتر من كده، وقعدت اسرح فيه شويه واسيبه نص ساعه او ساعه بالكتير، يعني ساعه تقريبا، عشان برضو احنا نشفناه بالاستشوار وهنسيبه ساعه لما الشعريه تتشرب خالص المواد اللي انا حطاها عليه. انا حطيت طبعا معالجات تعالج الهيشان والتقصف والضعف بتاع الشعرايه، وطبعا حطينا الفرد عشان يفرد معانا الكسره والتجاعيد بتاع الشعرايه. احنا لازم نحافظ على اللي هو صحه الشعرايه، وفي نفس الوقت نعالج الفرد اللي هو الاساس. احنا النهارده معانا اهو الشعرايه. بعد دلوقتي الشعرايه احنا دلوقتي في نص الشعر، ده اللي هو الجزء اللي اتعمل بوريهولكوا. بوريكوا فرق الشعرايه غيرت اللون. طبعا احنا بعد ما سحبنا كمان اللي هو تغطيه شيب، بعد ما سحبنا اللون الابيض طبعا جاب لونين مع بعض، اللون الشعرايه السمراء قلبت للبني الغامق، واللي هي الشعرايه البيضه قلبت لبني فاتح او اللي هو اللون الزيتوني كده تقريبا. لسه حتى شايفين الدرجتين باينين قدامكم ازاي. والشعرايه ناعمه رغم الماده لسه عليها، بس برضو الشعرايه ناعمه ما شاء الله تبارك الله. بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة او في صفحة على الفيسبوك عشان تتابعوا كل الفيديوهات اللي بعملها وكل الشعر اللي بعمله تبقوا معايا فيه شايفين ما شاء الله. عايزاكم تصلوا على النبي كده ما شاء الله يا تبارك الله، تتهنى بيه يا رب. اللهم امين يا رب، كده يجعلوا وش الخير والسعد عليكي وبالنور على وشك يا رب يا حبيبة قلبي. شايفين الشعرايه بعد ما عملناها اهو، بعد ما غسلناه، شايفين قد ايه نعومة الشعرايه وطراوتها، وبجد هي الشعرايه بتتكلم عن نفسها. عايزه اقول لكم قد ايه كانت الشعرايه ناعمه ولامعه
فيها لمعان وفيها طراوه كمان، احنا محطناش زيت ولا حاجه بس. وشايفين الشعرايه طولها بقى عامل ازاي، تحس ان هو اصلا مش الشعر اللي كنا شايفينه في اول الفيديو. الشعرايه زي ما انتم شايفينها طريه فيها رطوبه، يعني الشعرايه فيها رطوبه عاليه، تحسي اللي هي طريه ومتغذيه، يعني بجد شبعانه. والحمد لله احنا لسه عاملين، وكمان رغم ان احنا عاملين صبغه وفرد في نفس اليوم، وغسله الشعر وكل حاجه في نفس اليوم، بس ما شاء الله تبارك الله احنا بنعمل بحاجات امنه للشعر، وحاجات معالجه للشعر، حاجات ما بتضرش، حاجات تحطها على شعرك وانت مبسوطه ومطمنه. الماده دي يا بنات بتطول الشعر، ما بتسحبش بسرعه من الشعر، يعني تقريبا مش هتعملي اعاده تصحيح قبل سنه ان شاء الله. يعني هتطول معاكي، بتطول الشعر، بتغذيه، بتحافظ على الشعرايه، مفيش تساقط، مفيش هيشان، مفيش تجاعيد، ما شاء الله. يعني احنا بنعالج الشعر بنفرده اي حاجه الشعر محتاجها، هو الشعر بياخدها عن طريق الحاجات اللي احنا بنحطها على الشعر. طبعا ما صورتلكوش كل حاجه بعملها بحطها يعني في برضو الشعر، عشان دي اسرار شغل وكده. بس ما شاء الله تبارك الله بجد، يعني الصورة بتتكلم عن نفسها. وده انا حبيت بس، بحب بس يعني ايه او اعرفكم انا بعمل ايه عشان تبقوا مطمنين.